السلام عليكم. اليوم جبت لكم هاد الحوتة ديال الدوراد أو الشرغو اللي معمرة بواحد الحشوة زوينة بزاف ديال الحوت. غادي نطرقوا لها لجميع الأسرار وجميع الطرق وحتى الطريقة ديال الطهي ديال الحوت والساعات ديال الوقت اللي في الفران. غادي نبداو بالحوتة اللي غسلتها مزيان ورشيتها بالملحة، ومن بعد عصرت عليها واحد نص حامضة ودرت ليها 2 معالق صغار ديال الهريسة. آآ باش ما عمّرتو الحوت يا بالشعرية ولا بأي حاجة، ضروري من هاد المرحلة هادي، لأنها كتخلّي الحوت كيجي بنين بزاف، وكيشرب هاد الهريسة وهاد الحامض وكيجي لذيذ. كتجي زوينة بزاف. من بعد غادي نطرقوا للشرمولة. أنايا هنايا الشرمولة ديالي دائمًا كنبداها بواحد الفلفلة مشوية اللي كانت عندي أنايا في هاد الزيت هذا مرقدة. ومن بعد غادي نزيد عليها واحد 4 المعالق ديال المعدنوس، كنديرو غير المعدنوس وخصو يكون طري. ومن بعد غادي ندير واحد المعلقة ونص ديال التومة، من بعد غادي نزيد واحد 4 كاس ديال الحامض معصّر، وغادي نزيد عليها الهريسة معلقة، التحميرة معلقة كبيرة، العطرية ديال الحوت، الصوجة 2 معالق، واحد نص حامضة مصيّرة، والتحميرة معلقة كبيرة. هاد العطرية كلها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. من بعد ما نديروش الملحة لأن هاد التوابل كلها كتكون مالحة. هاد الحشوة هادي غادي نطحنها مزيان، هاد الشرمولة غنطحنها مزيان، وغادي ندير النص ديالها اللي غادي نديرو في الحشوة، والنص ديالو غادي نديروه في هاديك الطماطم اللي غادي ترافق لينا الحوتة. الحوت غادي يطيب بوحدو في الفران، غير في البابي كويسون، وغادي باش يحافظ على المذاق ديالو ويحافظ على ديك الطراوة ديالو. ومن بعد هاديك التشرميلة باش هاديك الطماطم اللي غادي ندير، راه غادي نطيبها بوحدها. أنا جبت الحوت هدايا، خديت أنايا هذا الروجي، يمكن لكم ديروا الميرلون ومع شوية كروفات ولا ديروا غير الميرلون بوحدها، كتجي زوينة بزاف وطرية. أنايا جبت واحد الربيع ديال الخبز، أولا أولا لا شابلور بحال بحال، وواحد 2 معالق ديال الشرمولة، ودرت 2 بيضات وزدت عليهم 2 ديال الجبن المربّع باش كيعطيه واحد اللذة، وهداك الخبز كيعطيه واحد الطراوة لهداك الحوت ما يبقاش قاصح، والبيض كيجمعو. حنا الحشوة خصها تجي لذيذة بزاف. هذه هي الحشوة اللي غادي نعمّر بها هاديك هاديك الحوتة. غادي هنايا لقيت بأنه خاصني شوية ديال الشرمولة زدتها، نتوما عينكم ميزانكم ديك الساعة. المهم أنايا مني طحنتها مزيان غادي نعمّر بها هاد الحوتة هادي، هاد ال هاد هاد الحشوة هادي راني عمّرت بها الحوتة، وبقى ليا شي شوية اللي كوّرته بحال الكفتة، وغادي نطيّبوه مع مطيشة اللي غادي نرافق بها الحوتة. هنايا عمّرت هاد الحوتة مزيان، راها شوفوا غير شوية ديال الحوت واحد نص كيلو ولا هذا كيعمّرها. آآ كل واحد شنو غيبغي يدير، ولكن إلا درتو هادي راه كتجي زوينة، خصوصًا إلا درتو فيها الميرلون أولا وزدتو عليه شوية ديال الكروفات أولا، كتجي زوينة وكتجي راقية هاد الحوتة هادي. أنا عمّرتها مزيان ودرتها في البابي كويسون وسديت عليها مزيان باش ما تخرجش هاديك العصارة ديال الحوت، لأن هاديك هي اللي كترطّب الحوتة وكتخليها كتجي بنينة بزاف. الحوت ديروا ليه احترموا ليه التوقيت في الفران. غادي نطيبوه على 200 درجة، ولكن كل كيلو ديال الحوت غادي نديروا له 20 دقيقة. أنا هذه فيها 2 كيلو ونص، درت ليها 50 دقيقة على 200 درجة باش هذاك الحوت ما ينشفش ليكم، يبقى يفوت في الفران طياب وغادي ينشف. أنا غادي واحد الفكرة ديال التزيين بالكالامار،
أنا خديت الكالامار باش ما نبقاش كل مرة نديروه دوائر ولا شي حاجة. أنا درت هاد هاد الشكيل هذا، مني كنحطوه في المقلة ها هو كيتجمع وكيولي دائري، وكيعطينا واحد الشكل هندسي زوين بزاف، اللي غادي نحاولوا باش ن نزوقوا به هذاك الطبق. هنا غادي نزيد عليها شوية ديال التومة، شوية د المعدنوس، شوية ديال هريسة ولا شوية الإبزار، الملحة، واحد العصيرة ديال الحامض. هاد الشي باش غادي نطيبوا هاد الكالامار هذا، وما نخليوش بزاف يطيب لأنه كيقصاح، غير شوية صافي راه كافي أنه كيكون طايب. هذا غير للتزيين، أنتم غتشوفوا لأنه كيجي زوين بزاف في التزيين. وغادي نبدلوا شوية الشكل على داك الشكل المعتاد ديال الدوائر ديال الكالامار. غادي نحاول هنايا نبقى نحرّك فيه حتى كيطيب، كيجي زوين بزاف. يمكن لكم ديروا عاوتاني دي كروفيت صحاح، يمكن لكم تزيدوا دي شامبينيون، يمكن لكم تزيدوا فلفلة مشوية ولا طايبة في الفران. هذه هي كلها أشكال كترافق هذاك الطبق ديال الحوت. و وهاديك المطيشه راه كنطيبها حتى هي بوحدها. هانتوما شوفوا هاد الألوان وهاد الأشكال الهندسية كتجي زوينة بزاف. كل مرة نديروا نبدلوا شوية والتغيير كيجي زوين بزاف. هنايا أنا درت واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون، ودرت معلقة ديال الزبدة باش نطيب فيه هادوك الطماطم cerise. هاد لي طوماط cerise نحاولوا نطيبوهم. علاش كندير هاد الطوماط cerise؟ لأنها كتجي حلوة هي، كتجي حلوة ماشي بحال المطيشة الأخرى كتجي حامضة. هنايا زدت واحد شوية ديال التومة، وغادي نزيد لها شوية ديال الشرمولة، وغادي نزيد شوية ديال ديك المطيشة اللي سوليس، مطيشة مطحونة ولا هادي، باش كتزيد ليا شوية في التعليكة. أنايا زدت المعدنوس، دائمًا كنديروا غير المعدنوس حنا في الحوت، ومليحة وبزيرة وشوية ديال الشرمولة. ومن بعد هاداك الحشوة اللي شاطت ليا راني درتها كويرات، ودرتها حتى هي درتها كطيب مع هاد المطيشة هادي. هاد ما صدقوني هاد المطيشة هادي إلا درتوها راه كتجي زوينة بزاف. ودابا جا هنايا وقت الحطان، هنايا راه جبدتها من الفران. آمم، مع الوقت داك الشي اللي درت ليها 50 دقيقة كانت طائبة، وبديت كنشكّل فيها. وأنتم هذاك الشي تيبقى ليكم نتوما، اللي بغيتو ديروه ديروه. أنا بان ليا باش أنني غندير لها هاد الشكيل هذا، خديت هاد لي طوماط هادو اللي باقيين صحاح وستفتهم هنايا، وزينتها شوية بالحامض. ومن بعد درت ليها هاديك لاصوص اللي طيبتها وفيها شوية ديال الكفتة ديال الحوت، درتها في الجناب، وزوّقتها بهذاك الكالامار اللي قليته. كتجي لذيذة بزاف هاد الحشوة هادي، صدقوني راه كتجي هاد المطيشة هادي راه كتجي لذيذة بزاف، وأحسن من أنها طيب في وسط الشرمولة والحوت ما كيبقاش لذيذ بزاف بحال هكا. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وإلا استفدتوا ما تنساوش باش ديروا ليا لايك. وكنشكركم على جميع التعاليق وعلى آآ وقتكم اللي كدوزوه معايا، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، وشكرًا.